قبل ما نبدأ، بص حواليك مش علشان تشوف حاجة، علشان تتأكد انك لوحدك. اطفي النور ووطي الصوت، وخلي بالك ان اللي جاي مش قصة تضحكي وخلاص. في وقت معين بعد نص الليل بشوية العقل بيبقى أضعف، والحاجات اللي مستخبية بتحب تطلع. في أبواب ما ينفعش تتفتح، وفي مرايات لو بصيت فيها أكتر من اللازم ممكن تشوف حاجة ما تعرفش ترجعها تاني. الناس دايما بتسأل هو الخوف بيجي منين؟ من الضلمة؟ من الصوت؟ من مكان مسكون؟ لا، الخوف الحقيقي بيبدأ لما تحس ان اللي واقف وراك عارف اسمك. لو حسيت بقشعريرة دلوقتي، لو حسيت ان في حد قريب زيادة عن اللزوم، ما توقفش الفيديو. أسوأ حاجة ممكن تعملها انك تسيب القصة في النص، لان في قصص مش بتبدأ غير لما حد يسمعها للآخر. واللي هتسمعه دلوقتي مش حكاية، مش خيال، ومش تحذير. ده تسجيل لآخر لحظة حد كان فاكر انه لوحده. كنت ساكن لوحدي في شقة قديمة من النوع اللي تحس الحيطان فيها بتسمع أكتر ما بتشوف. الساعة كانت داخلة على 12 إلا 5 دقايق، والهدوء كان تقيل، تقيل لدرجة تخوف. فجأة باب خفيف دق خفيف، دق خفيف قوي على باب الشقة. قمت ببطء، قلبي بيدق أسرع من اللي بيدق على الباب. بصيت من العين السحرية، مفيش حد. رجعت خطوة ورا، وساعتها الطرقة اتكررت بس أقرب وأعلى. فتحت الباب فجأة ولا كان حد كان موجود. قفلت الباب وانا بضحك ضحكات عصبية ولسه هستدير، سمعت صوت ورايا، همس قريب من ودني بيقول انت اتأخرت قوي. جسمي اتجمد. الصوت ده هو نفس صوتي وبهدوء مرعب. نور الشقة كله طفى، وفي الضلمة سمعت نفسي بضحك. الضحكة فضلت تتكرر في الضلمة، مش عالية بس قريبة قوي، كأنها طالعة من جوه دماغي. حاولت اشغل كشاف الموبايل، ايدي كانت بتترعش. النور اشتغل ثانيتين ووقف، وفي الوميض القصير ده شفت نفسي واقف قدامي، نفس وشي نفس هدومي، بس عينه سودا فاضية وكأن مفيش روح جواها. قلب هدوء يخوف. انا اللي فتحت الباب المرة اللي فاتت. رجعت لورا لحد ما خبطت في الحيطة. سألته بصوت مكسور، انت ايه؟ ابتسم بس ابتسامة مش بشرية، وقال انا اللحظة اللي كنت فاكرها عدت، الخوف اللي تجاهلته والطرقة اللي عمرك ما كان المفروض تفتحها. النور رجع فجأة. كنت لوحدي. بصيت حواليا، مفيش حاجة متكسرة، مفيش حد. قلت لنفسي ده كابوس، اكيد كابوس. مشيت ناحية الباب عشان اتأكد انه مقفول. لقيته مفتوح شبر، وعلى الارض اثار خطوات راجعة لجوه الشقة. قفلت الباب بسرعة وانا بنهج. لفيت ظهري، وساعتها سمعت الطرقة من جديد، بس المرة دي الطرقة على الباب كانت طالعة من أوضتي. الطرقة من جوه الأوضة، ما كانتش خبطة واحدة، كانت خبطتين ورا بعض وبينهم ثانيتين صمت، كأن اللي جوه مستني الرد. برعت ريقي ومشيت خطوة. الهوا كان ساقع بشكل غريب، ريحة رطوبة ممزوجة بحاجة شبه ريحة حديد مصدي. قربت من باب الأوضة. اللمبة اللي فوقه كانت بتنور وتطفي لوحدها، نور ضعيف أصفر بيكشف ظل واقف ورا الباب. الظل كان أطول مني شوية ورقبته مايلة كأنها مكسورة. حطيت ايدي على المقبض، وقبل ما الفه الصوت رجع، نفس صوتي بس أبطأ. لو فتحت مش هترجع لوحدك. سحبت ايدي بسرعة، رجعت خطوتين لورا وصدمت بالمراية اللي في الصالة. رفعت عيني وانتبهت لحاجة خلت الدم ينشف في عروقي. انعكاسي في المراية ما كانش بيتحرك معايا. انا واقف وهو كان باصص ناحية الأوضة، وفجأة الانعكاس ابتسم. المراية اتشرخت لوحدها، شرخ رفيع ماشي في نص وشي، ومن الشرخ ده سمعت نفس الهمس: مكانك هناك مش هنا. باب الأوضة اتفتح ببطء. صوت الخشب وهو بيصفر كان عالي لدرجة وجعت وداني. الأوضة كانت ضلمة بس في ضوء خافت جاي من تحت السرير، ضوء أبيض بارد مش طبيعي. خطوة، اتنين، الأرض تحت رجلي كانت دافية كأن حد لسه كان واقف. قربت من السرير وانحنيت أبص تحته، لقيت نفسي قاعد مقرفص باصص لي وعينه مفتوحة على الآخر. قلب هدوء مرعب. انت خرجت وانا فضلت. النور طفى. اخر حاجة حسيت بيها ايد مسكت رجلي من تحت السرير. الايد اللي مسكت رجلي كانت ساقعة، ساقعة اكتر من الطبيعي، كأنها طالعة من تلج. حاولت اصرخ بس صوتي ما طلعش. حاولت اتحرك، جسمي ما كانش سامع لي. شدني لتحت السرير، المكان كان اوسع من المفروض.
اوسع بكتير. لقيت نفسي واقف في نفس الشقة بس اقدم. الحيطان متشققة والسقف فيه بقع سودا، كأن الزمن عدى عليه سنين. وسطيهم كأن في ناس واقفة ظهرها ليا، كلهم لابسين هدوم شبه هدومي. قربت واحدة واحدة، ولما لفوا وشوشهم ناحيتي قلبي وقع. كلهم. انا نسخة مني بأعمار مختلفة، بس نفس العين الفاضية. واحد فيهم اتكلم. كلنا فتحنا الباب وكل واحد فاكر انه الوحيد. سألته بصوت مخنوق: طب وانا؟ رد وهو بيقرب: دورك لسه. فجأة حسيت بحاجة بتشدني لورا، الدنيا لفت والنور انفجر في عيني. صحيت مفزوع على السرير، الشمس داخلة من الشباك، الهدوء رجع طبيعي. ضحكت ضحكة خفيفة وقلت: حلم ده كابوس. قمت من السرير، دخلت الحمام، غسلت وشي، رفعت عيني للمراية وشفت نفسي. بس انعكاسي كان متأخر نص ثانية. مد ايده من جوه المراية وهمس: ما تقلقش، الليلة الجاية الدور عليك. ومن يومها اي باب بيتخبط بعد نص الليل انا ما بقربش منه، لاني عارف مش كل اللي بيدق عايز يدخل. من الليلة دي الوقت بعد 12 بقى ليه طعم تاني، مش خوف. بقيت استنى كل يوم الساعة 11:59 الموبايل يفصل لوحده، الساعة الحيطة تقف، والهوا في الشقة بيتقل كأن حد كتم نفسه. في أول ليلة بعد الحلم سمعت الطرقة مش على الباب، على الدولاب، خبطة واحدة طويلة كأن اللي بيخبط بيستخدم صباع واحد بس. قعدت مكاني، عيني متثبتة على الدولاب. الخشب كان بيطلع صوت خفيف، صوت حاجة بتتحرك جواه. سمعت نفسي من جوه: افتح، انا اتخنقت. غطيت وداني، غمضت عيني. عديت الدقايق، الصوت وقف. لكن من الليلة دي الدولاب ما بيفتحش غير لما اكون مش باصص. الهدوم بتتغير مكانها، ريحة نفسي بتبقى موجودة وانا مش في الأوضة، واوقات اشوف انعكاسي في اي سطح واقف ورايا مش بيعمل حاجة بس بيراقب. وفي مرة كنت ماشي في الشارع متأخر، محل مرايات كان مقفول بس الواجهة زجاج. عديت قدامه وشفت نفسي واقف جوه المحل، مش ماشي، مش بعمل حاجة، رافع ايده وخبط على الزجاج من جوه. الناس حواليا ما سمعتش حاجة. رجعت البيت وانا بتراقش، قفلت الباب بالمفتاح وبالسلاسل. قبل ما انام سمعت همسة أخيرة من تحت السرير: احنا مش بنطلع غير لما اللي بره يسلم. ومن ساعتها انا بسيب نور الأوضة شغال وبسيب باب الدولاب موارب، لاني فهمت الحقيقة متأخر. النسخة اللي رجعت من تحت السرير مش لازم تكون انا، وانا يمكن اللي بيقرا دلوقتي هو اللي بره. الليلة دي ما كانش في خبط ولا همس ولا ظلال، وده كان الغلط. الساعة عدت 12 وما حصلش اي حاجة. قعدت على السرير مستني، الدقيقة بقت اتنين بقوا 10 ولا صوت. قمت اضحك ضحكة عالية شوية، ضحكت. واحد حس ان الكابوس خلص خلاص اخيرا. قربت من المراية، انعكاسي كان طبيعي بيتحرك معايا. مدت ايدي ولمست الازاز. ساعتها المراية ما كانتش ساقعة، كانت دافية. سحبت ايدي بسرعة، لقيت اثر صوابعي من جوه المراية مش من بره. لقيت ظهري. رجعت ابص تاني، الانعكاس ما كانش واقف مكاني، كان واقف ورايا. بس لما لفيت ما كانش في حد. رجعت بصيت للمراية، لقيت انعكاسي بيلمس من غير صوت. انت متأكد انك لسه هنا؟ نور الشقة كله طفى مرة واحدة. المراية بدأت تتشرخ، لكن الشرخ مش بيكبر، كان بيتحرك عامل زي ساعة عداد. واحد، اتنين، تلاتة. صوت خبط جه من كل حتة في نفس الوقت. مش باب، مش دولاب. الخبط كان من الحيطان نفسها وفي الضلمة. صوتي طلع هادي جدا: اللي جوه جاهز، مين بره؟ قبل ما اجاوب حسيت حاجة بتقف ورا ظهري، نفس على رقبتي دافي. الساعة رنت 12 ودقيقة والخبط وقف. انا واقف، الشقة هادية، كل حاجة مكانها، بس المراية فاضية. ومن يومها كل ما ابص في اي مراية استنى ثانية زيادة، مش عشان اشوف نفسي، عشان اتأكد اللي هيطلع انا. ومن ساعتها وانا ما بقيتش اثق في اي انعكاس، لان الحقيقة البشعة ان مش كل اللي بيحكي القصة هو اللي عاشها. يمكن اللي اختفى هو صاحب الشقة الحقيقي، ويمكن اللي فضل يحكي كان النسخة اللي خرجت. ولو القصة دي وصلت لك لحد هنا يبقى الدور لسه مخلص. كان معكم محمد من قناة بلاك سيجنال. وما تنساش قبل ما تنام بص في المراية كويس واستنى ثانية زيادة، لان مش دايما اللي هيظهر بيكون انت.